السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. من النهاردة مش هنشيل هم كارت الكهرباء او دفع فاتورة الكهرباء تاني، خصوصا لو مزنوقين في الوقت ومفيش فوري قريب مننا. هشرح لكم بطريقة سهلة وبسيطة ازاي نقدر نعمله من بيتنا من خلال الموبايل وفي دقيقتين بس. يلا نقول ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير للفيديو لو استفدتم. اول حاجة لازم نتأكد ان الموبايل بيدعم خاصية NFC. هي عامة بتكون موجودة في اغلب الموبايلات، وعشان نتأكد هنروح كده في السيرش ونكتب NFC هنلاقيها ظهرت معانا. لو ما ظهرتش يبقى للأسف الموبايل مش بيدعمها ومش هتناسبكم الطريقة دي. هفتح الخاصية دي وبعدين اروح على الاب ستور اللي هو متجر التطبيقات وننزل برنامج اسمه سهل، نحمله ونبدأ نفتحه. ولو كنا مسجلين عليه قبل كده هنكتب رقم الموبايل وكلمة السر اللي مسجلين بيهم. طيب احنا لسه اول مرة بنفتح البرنامج، ممكن ندخل باكاونت الفيس او جوجل ونبدأ نسجل رقم. هيبعت لي كود عشان يتأكد من صحة الرقم، بدخل الكود وخلاص كده عمل لي اكاونت جديد، وده اللي هنستخدمه كل مرة نشحن الكهرباء. جاب لي بقى خدمات البرنامج كلها. احنا موضوعنا النهاردة عن الكهرباء، هدخل عليها. لو عايزين شرح الباقي الخدمات اكتبولي في التعليقات. هدخل على خدمة الكهرباء، هلاقي هنا اختيارات. اختار مثلا لو انا فاتورة هختار فاتورة الكهرباء، هدخل كود السداد الالكتروني وشركة الكهرباء اللي انا تابع ليها واعمل متابعة. هيدخلني على صفحة الدفع اللي هنشرحها قدام بالتفصيل. برضه لو العداد بتاعك ذكي هنكتب له رقم العداد واسم شركة الكهرباء. طب انا كارت كهرباء، اروح جري كده على العداد بتاعي اعمل له قراءة، سواء هو العداد القديم او العداد الجديد لازم العداد يقراه الاول. بعدين هختار كارت الكهرباء، هيجيلي اهو شحن الكارت. اجيب الجزء اللي هو الذهبي ده علامة NFC والزقها في الموبايل من ورا، يعني من جنب الكاميرا كده زي ما هو موريك. ممكن يعمل لي اعادة محاولة، مش مشكلة، احرك بالراحة كده لحد ما يبدأ يقراه. وهنا خلاص هو قرا الكارت بتاعي. هجيب لي بقى البيانات، اسم المشترك ورقم المستخدم، هعمل متابعة واشوف المبلغ اللي انا عايزة اشحن بيه. وليكن انا عايزة اشحن ب200 مثلا، هكتب 200. هو بياخد 5 جنيه عمولة، يبقى 205. هيدخلني بقى على صفحة الدفع اللي انا هشحن عن طريقها. في طريقتين، الطريقة الاولى ان انا اشحن بالفيزا، بكتب رقم الفيزا بتاعي واخر 3 ارقام ورا. ولو انا مش عايزة اعمل الموضوع ده ممكن اعمله عن طريق فودافون كاش او اورنج كاش او اي محفظة الكترونية. وبس كده خلاص الدفع. بعد ما حطيت الكارت والموبايل خلاص اتشحن، هيقول لي بقى الزق الكارت بتاعي المرة التانية، كارت الكهرباء، علشان يتنقل له الشحنة اللي احنا شحناها. هيتنقل له الشحنة ويقول لك خلاص تم الشحن، ويديك المبلغ اللي اتشحن بيه. وكمان في طبع ايصال لو انت عايز تطبع الايصال ويبقى معاك يعني فاتورة زي اللي بتاخدها من فوري. كده نكون قدرنا نشحن كارت الكهرباء بأبسط طريقة ممكنة. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.